السلام عليكم، اللهم صل وسلم على محمد. الوضع الحالي انشقاق انقسام بين الحلفاء الزعماء والعميد. نعم، انقسام واضح واشتباك، والنصر سوف يستغل الفرصة. وعد تفرح إن شاء الله ما تفرح. خلى اللي قايلينه الدوري موجه نفس ما قالوا أعضاء نادي الزعيم. أتمنى الرؤية أو التفكير أو المسرحية اللي وضحوها قبل فترة تصير عادي. كنصراوي أتمنى والله من المكتب من الملعب ما عاد تفرق، كل شيء واضح. وعد تفرح قرب، فخلى موجه زي ما قالوا أفضل. وصيح يا عميد، يشككون يقول الهلال فاز بتحكيم. طيب أنت الحليف الأساسي الأول والتالي، قضية كأنه نقطتين في الجيب وتهبيط الاتحاد، لا ما أظن يروح يلو. إن شاء الله ما في تهبيط إن شاء الله، بس النقطتين في الراس توجع لو تجي. نبغى نفرح، وعد نفرح إن شاء الله بإذن الله. والله ما أدري من اللي يفرح، وعد والله رعد. فالوضع واضح، الانقسام واضح والاشتباك واضح والتشكيك واضح. ما في بطولة إلا فيها شبهات عند بعض الجماهير أو تفكير المؤامرات. فلذلك أتمنى النصر يحسم بطولة الدوري ويتأهل إلى كأس العالم للأندية، يستاهل أول عالمي. وصيح يا اتحادي وشكك في المنظومة الرياضية كالعادة، بعد ما تلزق من الزعيم تصيح. طيب هو الحليف رفع فيه وارمي بالزنوب الله يكرمكم، واعطوهم أدبوا كل واحد فيهم. خذوا راحتكم، هذه عقليتكم. ما عندكم أي صراحة نموذج للمشجع الواعي. ما في وعي يعني. بالنافل واقف ويا رمي يقول لهم هدوا، جايب لكم كم بطولة آسيوية اللي كنتوا العالمية صعبة قوية، جابها بالنافل. احترم بالنافل ما في. والله شيء مخجل، الرجل يقول لك هدي تحذف. هذا مشجع؟ هذا احترم الوقفة. فلذلك الانشقاق اللي صار بين الحلفاء فرصة لجماهير نادي النصر في المصالحة، في العودة إلى مؤازرة تشجيع فريقها أو ناديها. وهذه خلاقينهم هذا لهم الاتحادية والطواقي كذا، هم أخلاقهم كذا زفت. بس الإعلام لمصالح شخصية سوى تحالف إعلامي خدع المشجع العادي، والنتيجة واضحة بعد اللقاء: اشتباكات وانقسامات. والله يزيدهم ما يفيدهم.